للمحاكم، فبانتفائها لا يصبح لهذا العمل أي طعم أو معنى، وباكتمالها تتحقق الغاية منه في تحقيق العدالة وتعزيز ثقة المواطن في قضاء بلاده. وإذا كانت الإدارة القضائية تعني في مفهومها الوظيفي جميع الأعمال التي يقوم بها الكادر البشري العامل في السلطة القضائية من قضاة ومساعدي القضاء بجميع أصنافهم، منذ بداية تقديم الشكاية أو رفع القضية أمام القضاء، مرورا بالبحث فيها وتحقيقها، ووصولا إلى إصدار الحكم فيها، وانتهاء بتنفيذ هذا الحكم. فإن المسؤول القضائي يتحمل فيها مسؤولية جسيمة، باعتباره المعني الرئيسي بوضع معالمها وخطوطها العريضة وتسطير آليات تنفيذها ونجاحها حسب الوسائل المادية والبشرية المتاحة لديه. ذلكم أن الإدارة القضائية ليست سوى الوجه الآخر للحكامة الجيدة التي تعني حسن التدبير أو القيادة